حاج عمر، منسق العلاقات العامة في الدفاع المدني السوري. مع اللحظات الأولى من بدء التصعيد العسكري على المناطق والأحياء السكنية في مدينة حلب، تلقى الدفاع المدني عدة نداءات من أهالي المدنيين. لبى الدفاع المدني هذه النداءات، أرسلنا بشكل عاجل فرق إزالة مخلفات الحرب الغير منفجرة لتأمين وصول سيارات الإسعاف وسيارات الاصطفاء وفرق البحث والإنقاذ والمنظمات لتسهيل وصول هذه الأعمال الخدمية إلى أهالينا المدنيين. بعد فتح الطرقات وتأمين عدم وجود مخلفات الحرب، بدأنا نعمل على فتح الطرقات وإزالة الآليات والسيارات التي تم تدميرها نتيجة الغارات الحربية التي تعرضت لها الأحياء السكنية في المدينة. تقوم فرق الدفاع المدني لليوم الخامس على التوالي في تنظيف الأحياء الرئيسية في مدينة حلب بسبب نتيجة الركام الشديد بالشوارع. تقوم فرق الدفاع المدني بعدة مع فريقها بساحة سعد الله الجابري والقلعة والشوارع الرئيسية بإزالة كافة الركام من الشوارع. طبعا ليست الحملة الوحيدة، مستمرين بإذن الله تعالى. على حملة نظافة في المرافق الحيوية، وخاصة في مشفى الجامعي بحلب الذي تعرض لأكثر من غارة جوية أدى إلى خروج العديد من الأقسام عن الخدمة. نعمل الآن على إعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى المرافق الحيوية على أمل أن نزيل كافة مظاهر الدمار تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية بشكل آمن في الأحياء السكنية المدنية.